اوعى تكون بتاخد دواء المعدة مع أول لقمة فطار وبعدين تقول مش جايب نتيجة. احنا دلوقتي تقريبا في يوم 20 رمضان. لو لسه عندك انتفاخ حرقان أو إحساس إن الأكل واقف في معدتك، فالمشكلة غالبا مش في الصيام نفسه، المشكلة في توقيت الأكل وتوقيت الدواء. أول أسبوعين عملنا لخبطة محترمة، فطار تقيل فجأة، حلويات بعده، قهوة بالليل وننام على طول. المعدة بتستحمل شوية، بس لو التوقيت غلط الأعراض هتفضل مكملة معانا لحد دلوقتي. طيب نظبط أدوية المعدة إزاي في آخر 10 أيام؟ لازم نعرف إن مش كل المجموعات استخدام واحد. لو بتاخد مجموعة BPI أو مثبطات مضخة البروتون زي الكونترولوك أوميز أو نيكزيوم، أخطر غلطة إن أنت تاخدهم بعد الفطار على طول. الدواء ده لازم يتاخد قبل الأكل بنص ساعة أو ساعة علشان يقفل مضخة الحمض قبل ما تشتغل، غير كده هتحس إنه مش جايب نتيجة. فبالتالي أحسن حاجة إن احنا ناخدهم على معدة فاضية تماما، فهيبقى أفضل وقت إن احنا ناخدهم قبل السحور بساعة أو قبل الفطار بنص ساعة لو هتاكل تمراية ومية وتروح تصلي المغرب وترجع تكمل أكل. لكن لو بتاخد الأصناف الجديدة اللي بتحتوي على مادة الفونوبرازان واللي بتشتغل بآلية مختلفة زي الفوكازا والفوناسباير والفوناسيدان، فده ميزته إنه مش بيتأثر بالأكل، ممكن تاخده مع الفطار أو السحور عادي جدا، وقوته في تقليل الحموضة بتستمر لمدة أطول، ويعتبر حل سحري للناس اللي بينسوا ياخدوا الحبوب قبل الأكل بفترة كافية أو بيبقوا مستعجلين على الفطار. أما فاموتيدين زي الأنتودين أو الفاموتاك ده بيشتغل بطريقة مختلفة، فلو الحرقان بيجي بالليل الأفضل يتاخد قبل النوم. مضادات الحموضة السريعة زي مالوكس أو جافيسكون أو إبيكوجيل دي بتتاخد عند اللزوم فقط، يعني لو حسيت بحرقان بعد الفطار بساعتين أو قبل السحور. ولازم تعمل فاصل بينها وبين أي دواء تاني علشان ما توقفش امتصاصه ويفقد مفعوله، وتبقى عارف إنها مش علاج ولكن إسعاف مؤقت فقط. طيب لو المشكلة انتفاخ وإحساس إن الأكل تقيل، في أدوية بتنظم حركة الأكل زي الدومبريدون أو الموتيليوم، ودي يفضل إنها تتاخد قبل الأكل بربع ساعة أو نص ساعة سواء فطار أو سحور. نقطة مهمة جدا، لو لسه عندك حرقان مستمر، كحة بالليل، طعم مر ببقك أو ألم بيصحيك من النوم، ساعتها ممكن ما يبقاش مجرد حموضة عادية، ممكن يكون جرد أو ارتجاع بالمريء. الفيديو الجاي هنتكلم بالتفصيل ازاي تفرق بين الحموضة العادية والجرد وامتى تقلق فعلا. لو حسيت ان الفيديو ده هيفيد حد بيشتكي كل يوم بعد الفطار ابعتهوله، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم بصحة وشباب متجدد.